بالنسبه هل يجوز وضع المكياج في رمضان؟ حسب ما جاء به ديننا الحنيف وما قريناه احنا في الكتب وما صرح به بعض العلماء الدين، فهو المكياج ما حرامش. علاش؟ لان كل اي حاجه المفطرات رمضان هو كل حاجه كتدخل البطن، صوم البطن وصوم الفرج. نقول يعني الاخت التي قالت وبدات تقول يجوز ولا لا يجوز، هذا من اختصاص العلماء. هذاك المكان ديال اهل العلم ديال العلماء، وهذا يعني المطب اللي مشيتي فيه هذا مطب دفعك اليه الشيطان. شوف سيدي ربي سبحانه وتعالى شنو قال؟ قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لان الشيطان تبقى غادي معك خطوه بخطوه حتى انك توصل تبقى تقول على الله بغير علم، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا شيء خطير جدا. نقولوا لهذه الاخت هذه، الا كنت انت عندك بهذا غدا بهذا المذهب ديال انه اللي كتدخل الجوف او تخرج من الفرج هي اللي كتفطر، ماذا نقول في المفسدات كالنميمه والغيبه والشتم والسب؟ المراه بغات تزوق في البيت ديالها، اما تخرج تفتن الرجال، اما تخرج مستعطره متطيبه منمقه مزخرفه، راه هذا ما ينبغي ان يكون. انا كنشوف شي لباس النساء حشومه تلبسوا في بيت النعاس تخرجوا به الى الشوارع. واش بصح هاد البيوت فيها رجال؟ واش ما فيهاش هاد البيت؟ ما فيش الزوج، ما فيش الاخ، ما فيش الاب؟ اما تخرج المراه مزوقه هذا لا يجوز، لا في رمضان ولا في غير رمضان. والحرمه في رمضان تكون اشد، لان بعض المواسم تكون فيهم الحرام اشد من بعض المواسم الاخرى. النار لا تظلم احدا، النار لا تظلم احدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال ربنا جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسأل الله تعالى في هذه الليلة أن نكون من عتقائه من النار. نقول يعني الأخت التي قالت وبدأت تقول يجوز ولا لا يجوز، هذا من اختصاص العلماء، لكي تعلم أن هذا من اختصاص العلماء يعني المتمكنين الجهابذة المعتبرين عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. فهذا يجوز لا يجوز هذا توقيع عن الله. وهذه المرأة هذه نقول لها أنت راه نصبتي راسك في واحد المنصب الذي يعني لا يليق بك، ماشي المكان ديالك، هذاك المكان ديال اهل العلم ديال العلماء. وهذا يعني المطب اللي مشيتي فيه هذا مطب دفعك اليه الشيطان. شوف سيدي ربي سبحانه وتعالى شنو قال؟ قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لان الشيطان تبقى غادي معك خطوه بخطوه حتى انك توصل تبقى تقول على الله بغير علم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من اخطر الجرائم، هو التقول على الله بغير علم. راه ملي كتقول شي حاجه يجوز يعني الله راه حللها وهي مخبيه وراء السطور وانت جبتيها الناس قلتيها اليوم بينتيها. وهذا البيان هذا البيان ديال القران، البيان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تخصص العلماء الكبار هم الذين يفسرون القران الكريم. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه جريمه نكراء. شوف سيدي ربي شنو قال؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال لك العلماء ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية بدأ بالأدنى إلى الأعلى، أدنى إثم إلى أعلاه، والأعلى شنو هو هنا؟ هو التقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا شيء خطير جدا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما ليس فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذه السيدة أن ترجع إلى الله. أما المسألة اللي تكلمت عليها قالت بأن الماكياج ما كيدخلش للجوف، وجوج الحوايج هما اللي تيفطروا، ما يدخل إلى الجوف وما يقوم به الفرج. أولا الفرج وليس الفرج، الفرج وليس الفرج. فقلت أيها الأحباب، فالإنسان العاقل المؤمن يعني الصادق هكذا يرى الأمور، يعني ترجع الأمور إلى أهلها، ترجع الأمور إلى أهل الاختصاص، إلى أهل العلم. والتقول على الله بغير علم شيء عظيم جدا. أبو بكر الصديق يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما ليس فيه. نقول لهذه الأخت هذه، إلا كنت أنت عندك بهذا غدا بهذا المذهب ديال أنه اللي كتدخل الجوف أو تخرج من الفرج هي اللي كتفطر،
ماذا نقول في المفسدات كالنميمة والغيبة والشتم والسب؟ ماذا نقول في الذي كفر كان صايم وكفر سيبقى الصيام ديالو صحيح؟ قول لنا العليمة اللي كتقول يجوز ولا لا يجوز. واحد كفر بالله عز وجل وهو صائم، سب الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو تبول على القرآن، أو فعل فعلا من هذه الأفاعيل، واش يبقى صائم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. راه الله ما محتاج له داك الجوع ديالو أبدا. إذا كان ما يبعدش من قول الزور والجهل، يعني شنو هو الجهل هنا؟ هو السباب والشتائم والقذائف والقذف والتعيير ديال الناس، هذا كله من المفسدات ديال الصيام. لأن المفسدات الأخت الكريمة راه كاينه مفسدات معنوية وكاينه مفسدات مادية. انت تكلمتي عن المادية ونسيت المفسدات المعنوية. النميمة، الغيبة، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، هذا كلها تسمى مفسدات معنوية. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: رب صائم، هذه رب هذه للتكثير، يعني شحال من واحد صايم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. شحال من واحد صايم ما عندوش الأجر، ما عندوش الثواب، لا يحسب له، وإنما أجره من الصيام الجوع والعطش، ما عنده حتى شي نصيب عند الله سبحانه وتعالى. هذا النصيب اللي كينتظروا حنا كاملا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم عند ربه فرحتان، فرحة يوم فطره يعني يوم العيد، يعني يوم العيد تعلق الأوسمة، يوم العيد تفرق الجوائز، يوم العيد يقال هذا مقبول معتوق من النار وهذا غير مقبول صيامه مردود عليه. هذه الفرحة الأولى، نسأل الله تعالى أن يؤتيناها في الدنيا قبل الآخرة. والفرحة الثانية يفرح المؤمن بصومه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي خصها تفهم السيدة ويفهمه الجميع، نفهمه احنا أولا ويفهمه خوتنا كاملين. نطلب الله سبحانه وتعالى السيدة أن يتوب الله عليها وأن يردها إلى رشدها وأن يغفر لنا ولها ما هذه الزلات، والحمد لله رب العالمين. وخاص هشام باش نوضحوا أكثر واش الماكياج فيه هنا أختك. بالنسبة للمكياج عموما، يعني التزين ديال النساء عموما، تزين للمرأة لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا يجوز للمرأة أن تخرج بزينة أبدا. فهمت؟ فالخروج وإن كان ولا بد، الأصل في المرأة هو المكوث في البيوت. قال ربنا جل وعلا مناديا أهل الإيمان من المؤمنات، قال لهم الله سبحانه وتعالى اللي خلقهم، قال لهم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى وما كانش فيه المكياج، ما كانش فيه هاد الزواق، وهاد المرأة اللي بغات تزوق للزوج ديالها، المرأة اللي بغات تزوق في البيت ديالها، أما تخرج تفتن الرجال، أما تخرج مستعطرة متطيبة منمقة مزخرفة، راه هذا ما ينبغي أن يكون. وأنا أقول وأعجب من هذا البيت الذي تخرج منه امرأة يعني بالمكياج، أفيه رجل؟ واش هذا البيت بالصح خارجة من البيت فيه رجل؟ أنا كنشوف شي لباس النساء حشومة تلبسوه في بيت النعاس تخرج به إلى الشوارع. واش بالصح هذه البيوت فيها رجال؟ واش ما فيهش هذا البيت؟ ما فيش الزوج، ما فيش الأخ، ما فيش الأب، ما فيش الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا. أما تخرج المرأة مزوقة هذا لا يجوز، لا في رمضان ولا في غير رمضان. والحرمة في رمضان تكون أشد، لأن بعض المواسم تكون فيهم الحرام أشد من بعض المواسم الأخرى. وبعض الأماكن أيضا الإنسان اللي غيدير معصية في الحرام في بيت الله الحرام ماشي هو اللي يديرها في المغرب، اللي غيدير المعصية في المسجد ماشي هو اللي يديرها في السوق، وهكذا دواليك. هذا موسم ديال الطاعات، موسم ديال المغفرة، موسم ديال العتق من النار، موسم ديال الصلح مع الله سبحانه وتعالى، ماشي موسم ديال تزوق المرأة وتخرج. النبي صلى الله عليه وسلم تقول، وهذا حديث يخلع القلوب، حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار. شوف سبحان الله، قال من أهل النار. شكون اللي يتكلم؟ الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أيده الله عز وجل بالوحي. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شافهمش النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه. وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فبلا ما ندخل في تفاصيل الحديث بزاف، الحديث ربما شبه واضح،
نساء كاسيات، هي كاسية لكنها يكسوها الثوب لكن تفاصيل جسدها تبدو. عارية هي كاسية ولكن في الحقيقة هي عارية، وقد تكون عارية يعني أخف فتنة من هذا اللباس الذي تلبسه هذه المرأة. فنسأل الله تعالى أن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا. النار لا تظلم أحدا، النار لا تظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال ربنا جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان يراجع الأوراق دياله، ما يخليش الشيطان يلعب به، ما يخليش. الله تعالى قال نتخذوه عدوا، ما نخليوش انه يكون حبيب ديالنا. فالإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كاين الإنسان الذي لا يصلي، الإنسان الذي يصلي هذا العلماء ديال الأمة اختلفوا في إسلامه، أهو مسلم أم كافر؟ ما كاينش شي واحد راه راجل مزيان وراه يعني طيب ورجل تقي ورجل يدخل الجنة، ما كاينش شي واحد في العلماء قالها. منهم من قال هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومنهم من قال هذا مسلم لكنه فاسق. تخيل معاه شنو هي فاسق؟ واش ترضى شي واحد يقول انت فاسق؟ شوف سيدي ربي شنو قال في القرآن الكريم، قال عن أهل الجنة، قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. شو ربي سماهم مجرمين؟ قالوا يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ شكون اللي دخلكم السقر؟ سقر باب من أبواب جهنم عياذا بالله، أجرنا الله وإياكم المسلمين منها. ما سلككم في سقر؟ شنو هو الجواب الأول ديالهم؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول جواب جاوبوه أهل النار، قالوا ما كناش كنصليو. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، أول من تفتح عنه الأرض، أول من ينشق عنه قبره، أول من يأتي إلى أرض أول من يدخل الجنة، تقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذا فسدت لك الصلاة ديالك اش من صيام بقى؟ إذا فسدت لك الصلاة ديالك اش من عمر غتقبل منك؟ إذا فسدت لك الصلاة ديالك اش من صدقة غتقبل منك؟ إذا فسدت لك الصلاة ديالك اش من بر الوالدين غيتقبل منك؟ إذا فسدت لك الصلاة ديالك اش من حج غيتقبل منك؟ اش من عمل؟ ما العمل الذي ترجوه بين يدي الله جل وعلا؟ وربنا جل وعلا أكد سبحانه وتعالى قائلا قد أفلح المؤمنون. شكون هما؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكيف هذا الذي يضيع الصلاة يكون خاشع فيها؟ أبدا. فالله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، موقوتا في وقتها الذي حده الشارع الحكيم. الصبح في وقته، الظهر في وقته، وهكذا دواليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تارك الصلاة، نقولوا هذا الحديث، كاين أحاديث كثيرة، فمن تركها في العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. الحديث في صحيح مسلم، الحديث الأول عند الترمذي. نقول له واحد الحديث تقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي تينعس مزيان، لما أعرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج رأى رجلا مضطجعا على الأرض. واسمع عليك كتنعس النهار كامل على الصلاة، نديروك تتصلي، أما لما كتصليش معك كلام آخر. هذا اللي كيصلي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا مضطجعا على ظهره والملك على رأسه، يأخذ صخرة كبيرة فيفلغ بها رأسه، تيفرشخ من الراس ديالو، فيفتح الرأس وتسقط الصخرة تتدهده، فينزل الملك يأخذ الصخرة فيجمع الرأس مرة أخرى، ثم يسرغ الرأس مرة أخرى. هذا عذابه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المشهد الفظيع قال يا جبريل من هذا؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. إن كان لك القلب يا من تنام عن الصلاة وأنت صائم، وأنت في موسم الخيرات، وأنت في موسم البركات، وأنت في موسم العتق من النار، ونعس على الصلاة، متى تصلي؟ حتى ينادي المنادي أن فلان قد مات قوموا فصلوا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. فالله الله في الصلاة، فالله الله في الصلاة. ما عندنا شي عمل يعلقوا به الله تعالى وترجو الله تعالى باش يرحمنا به إلا هاد الصلاة. ما احنا كننفقوا الأموال الكثيرة،
ما احنا من قراء القرآن، ما احنا من أصحاب الأعمال ديال الخير. احنا صافي ترجو الله تعالى بهذه الصلوات، فعلى الأقل نصليها في وقتها بشروطها وخشوعها، يعني عسى أن تكون يوم القيامة شفيعا لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. خاصة بالنسبة للناس اللي كيدازوا برا في رمضان كيخصوا الهضرة إلى آخره. والأخ الكريم، رمضان هذا موسم ديال الفرح. دابا الناس موسم الفرح قلبوه الموسم ديال الحزن، ديال العراق، وديال أنا مقطوع منين؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا ما دركاتكش الرحمة ديال الله في الشهر ديال الرحمات، وقتاش تدرك الرحمة ديال الله؟ متى انت تبعد عن الدخان وعن الحشيش وعن القرقوبي؟ وقتاش؟ إذا ما بعدتيش عليه الآن في هذا الشهر العظيم، الشهر التي غلت فيه الشياطين، سلسلت فيه الشياطين، أبعدها الله عنك حتى لا تفسد عليك صيامك. قالت لك نفسك الخسيسة، نفسك الأمارة بالسوء، نفسك الخبيثة التي بين جنبيك تجرك إلى الهلاك، تجرك إلى الويلات، تجرك إلى ما لا يحمد عقباه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا ما تفرحش في هذا رمضان وقتاش تفرح؟ إذا ما تفرحش وتهدف في هذه المدرسة القرآنية، المدرسة ديال الصيام، المدرسة ديال الطاعات، المدرسة ديال الرحمات، وقتاش غتتعلم؟ وقتاش غتكون عبد؟ حتى ينزل ملك الموت وتقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سمعتي الجواب شنو هو؟ كلا لن تعود، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا إله إلا الله.